السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب محليا مستقر نسبيا، انما عالميا بينخفض. وليه بينخفض واحنا شايفين الفترة دي 1925 نزل ل 1907 و1893 و1880 ورايح لمستويات 1870. السبب رغم ان بيان مؤشر ثقة المستهلك، وده بيان مهم جدا 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 للفيدرالي، طلع سلبي للدولار وايجابي للذهب. المفروض نشوف السعر بيعلى مش بينخفض. السبب وليه السعر المحلي واقف محلك سر. وركز بقى معايا لان هقولك على سيناريو ممكن يكون ما جاش في بال ناس كتير. لو تم التعويم في شهر واحد وتم طرح شهادة كبيرة في البنك وتم ضخ سيولة دولارية في البنك، مع ان العالمي كمان خد وضع الهدوء، ما خدش وضع انه هو يثبت، لا الفيدرالي بدأ يلعب معانا لعبة انه لسه مكمل في سياسة التجديد وانه يرفع مرة كمان. كل اللي انا بقوله لك ده قادر يخلي الموازين كلها تختلف مع فك شهادة 25%. ركز معايا عشان هقول لك السيناريو ده بالتفصيل. متنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا بشكر كل الافاضل المحترمين اللي متابعيني على التليجرام والواتساب، وطبعا كالعادة كانوا متابعين المشهد وشايفين وسابقين من بدري وشايفين كل اللي بيحصل ده واتكلمنا فيه. لو اي حد حابب من حضراتكم ان هو ينضم للتليجرام او الواتساب، هسيب لحضرتك اللينك في اول تعليق، تقدر ان انت تتابعني عليه، بيبقى اسرع من اليوتيوب. طيب نرجع للمهم. ليه السعر العالمي بينزل وما طلعش بعد بيان مؤشر ثقة المستهلك، وده اللي طلع ايجابي للذهب وسلبي للدولار؟ خليني اقول لك ان الذهب دلوقتي بيعمل عملية اسمها عملية تصحيح للسعر بتاعه. يعني المفروض ان هو ينزل تحت القاع وبعد كده ياخد منه ويبدأ يطلع من نقط دعم تاني. وخليني اقول لك برضو وازيدك من الشعر بيت ان في كلمة لجيروم باول يوم الخميس 28/9، دي هتبقى الساعة 10 أو الساعة 11 مساء، وطبعا والعادي هيتكلم عن دعمه للدولار وإنه مكمل في سياسة التجديد بتاعته، وده هيأثر طبعا على السعر العالمي وهيأثر، عايز برضه يحكم التضخم. بس خليني أقول لك على معلومة، البترول وارد إنه يوصل ل $100 وال$95، ده معناه إن التضخم هيعلى أكتر وأكتر والفيدرالي هيتشدد برضه أكتر وأكتر. خلي بالك لأن المخاطرة إن أنت النهاردة تراهن على السعر العالمي مخاطرة. طيب نيجي بقى للسعر محليا. كلنا متفقين ان السعر المحلي مفيش فيه جديد نقوله، ولكن هلفت نظر حضرتك لحاجة مهمة. ايه السبب اللي يخلي الذهب يرفع الفترة اللي جاية او اخر 3 شهور من السنة؟ يوم 11/11 ليه التاريخ ده؟ لان في التاريخ ده المفروض ان مبادرة زيرو جمارك تنتهي، وده ياخدنا ان لو ما تجددتش ياخدنا ان احنا هنشوف ارتفاع في اسعار الذهب وهتشوف ارقام فلكية. بس ايه اللي يخليني اوصل للارقام دي وانا عندي بعد شهر انتخابات؟ فانا من رأيي انها هتتجدد على الاقل من 3 شهور ل6 شهور. وارد ان انت تشوف يوم 11/11 يجي وما تتجددش فالذهب يرفع، فتلاقي المبادرة بعد كده اتجددت فتروح الذهب نازل تاني، او ان هو يتجدد تلقائي ومن قبل 11/11 تعرف ان كده كده المبادرة هتتجدد. طيب ده اول سيناريو. ايه تاني سيناريو؟ الحدث التاني المهم اللي ممكن يرفع سعر الذهب، وده هيبقى بعد الانتخابات، وده هيبقى معاد اجتماع البنك المركزي في اخر ديسمبر والكلام عن تعويم للجنيه، وطبعا الاتفاق مع الصندوق ان احنا هيحصل تعويم قبل نهاية السنة. طب احنا لو النهاردة تم التعويم على 35 جنيه في البنك رسمي، هتشوف سعر الدولار في السوق الموازي نزل حوالي 5 جنيه، لانه النهاردة بتتكلم في 40 فيما فوق. طيب وهتلاقي كمان الصاغة بينزل. طب لو شفنا 38 رسمي، اذا برضو حضرتك هتشوف هدوء ونزول في السعر الموازي ولو 2 جنيه. طب السؤال المهم هنا، ايه اللي هيحصل لو تم تعويم في نهاية 23 وبداية 24 مع فك شهادات 25%؟ خليني اقول لك وركز في اجابة السؤال ده لانه مهم جدا جدا جدا. لو تم ضخ سيولة دولارية في السوق مع التعويم واتطرحت شهادة كبيرة علشان خاطر الشهادات اللي هتتفك بتاعت 25%، كل ده هيأثر على الذهب انه سعره ينزل وينخفض
وطبعا الناس دلوقتي في ناس كتير من حضراتكم شايفة ان هو ما بقاش ملاذ آمن بسبب سعره اللي فوق. ده هيخلي الذهب ينزل ما يرفعش في أول يناير. هتقول لي ليه؟ ما ممكن السوق يمشي عرض وطلب. هقول لك بالظبط، هنا الزياده اللي هتحصل هتبقى عرض وطلب. هتقول لي طب ما التجار، هتقول لك ان النهارده في فلوس في السوق فنرفع السعر. خلي بالك ان المبادره طالما موجوده، التاجر النهارده مش هيقدر انه يرفع السعر زياده عن اللزوم. هتقول لي ما المبادره دلوقتي واقفه ومش شغاله ومحدش معتمد عليها. هقول لك ايوه، لان السعر مش جايب همه دلوقتي. لكن لو التاجر قام رفع السعر 300 و400 و500 و600 جنيه فرق، هيبدأ النهارده الواحد يحسبها، اطلع اجيب ذهب من بره وارجع ابيعه هنا. هنا التاجر الخسران وانت اللي كسبان، والتاجر هنا مش عايز ده. فخلي بالك، لان سيناريو شهر يناير ممكن تمشي عكس التوقعات. عشان كده انا بمشي مع حضرتك واحده واحده، ومش عايز اسبق الاحداث وافكر في السنه اللي جايه ولسه دلوقتي ما خلصتش. طيب السؤال المهم واللي شاغل بال حضراتكم واتسالته كتير، لما نشوف تعويم على 38 جنيه دولار، السوق الموازي هيوصل 45 و50 جنيه. ببساطة كلامك يبقى صح لو تم تعويم للجنيه من غير ضخ سيولة دولارية في البنك، لكن ده مش هيحصل. مش هيحصل في مصر، وقولا واحدا مفيش تعويم في مصر من غير ضخ سيولة دولارية في البنك. عشان كده لما هيتم تعويم السعر هينزل، الموازي هينزل، مش هيسيب اللي في البنك ويطلع ويسافر. الكلام ده مش موجود. ولكن السؤال المفروض يتسأل بصيغة تانية، هل لما يتم ضخ سيولة دولارية في البنك هيتم بشكل كافي ويغطي احتياجاتنا ولا لا؟ هو ده السؤال المهم. مش ان انت تقول لي ده هيسافر وده هيطلع اعلى منه. هي مش مزايدة. لو احنا النهاردة ضخنا سيولة دولارية وان هي غطت التزاماتنا، الدنيا هتستقر. ولكن لو ما تمش ضخ السيولة الدولارية بشكل يغطي احتياجاتنا، وان يدوب كفتنا شهر ولا 2 ودخلنا نفس الدايرة، يبقى احنا دايرة مغلقة ومش هنخرج منها الا بقى بحل سحري. علشان كده مش بحب اتكلم على فترة طويلة، بحب اخد كل فترة لوحدها بالمعطيات بتاعتها، بالمؤشرات، بان احنا رايحين فين. بلاش تسمع لحد يقولك الحق اجري والحق روح. المتغيرات في المشهد كل شوية والصورة في المحلي شبه مش واضحة اساسا. احنا بنحاول نطلع منها بصيص امل، او بنحاول نشوف منها مقتطفات، مش اللي هي واضحة وان احنا نقدر نقرأ منها زيها زي العالمي. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.